عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة نعمل كيكة برتقال. كيكة برتقال اهي، احنا عملناها مع بعض قبل كده، هي جاهزة وعليها كل حاجة. ننزل كده بكوباية اللبن في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة خل، كوباية الا ربع زيت، ويكون زيت حلو، 3 بيضات اهم وعليهم فانيليا بدرجة حرارة المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا الحاجة في الخلاط، اللي هي ضربناها في الخلاط. حطينا كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ورقة فانيليا عليها، معلقة خل. مش ما حطيناش السكر لان هي علبة الكيكة ديت عليها كل حاجة، عليها بيكنج باودر وعليها السكر. ما بنزلش بقى ايه هنا. بقى حطيت ريحة ملح صغيرة قوي، وهننزل بقى ايه بالخليط. دي كيكة برتقال حلوة قوي، حاجة حلوة كده النهاردة كده ايه نحلي بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين، ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى مصر وأمة المسلمين كلها يا رب. كل شعب مصر يبقى بخير. هنقلبها بقى ونرجع لكم عشان انا بصور بايد وبقلب بايد. عصنا كده الصينيه اللي هعمل بيها، اللي هعمل فيها، عصتها كده ايه حته زبده. ضربنا الخليط اهو، هنزل بقى كده ارفعها كده لفوق عشان ايه الهواء. انا قبلها بقى مشغله الايه الفرن على 180 درجه، وما افتحش الفرن الا بعد تلت ساعه، واخلي واشوفها كده بعد تلت ساعه. افتح الفرن حبه صغيرين، ويكون معايا ايه الخله اللي هي بتاعت اللي بنعمل فيها العصايه كده، اللي بتاعت شيش طاووق. اروح عاملاها كده من النص، اشوفها استوت ولا لا، وما افتحش عليها الفرن. لما تستوي اطفي عليها الفرن وافتح الفرن كده حته صغيره، اقارب كده وهي مطفيه، اقارب الفرن، ما اطلعهاش كده على طول عشان ما تهبطش. الكيكه هنعمل بقى كاستر. عملنا الكاستر، معلش فصل مني وانا بعمل الكاستر. عملنا الكاستر، هنعمل جيلي. حطينا دول هعمل 3 اكياس. حطيت كل كوبايه، حطيت 3 كوبايات، كل كوبايه الا ربع ميه. عملنا الكيكه وعملت الكاستر، حاجه حلوه كده عشان احفادي، وعشان حاجه حلوه كده النهارده. عملت الكاستر، بس معلش بقى ايه الموبايل فصل وانا بقى ايه اثناء بقى بعمل الكاستر. دلوقتي هنعمل الجيلي. هعمل 3 اكياس من دول، 3 اكياس، كل كيس عليه كوبايه الا ربع ميه. حطيناها غليت، طفينا عليها، ننزل بكيس كيس كده. والسكر حطيت معلقتين حسب الرغبه. دي برضو ايه كوبايه الا ربع ميه بارده بقى، 3 كوبايات ميه بارده. يبقى احنا حطينا اهي 3 كوبايات، كل كوبايه الا ربع. انتوا تهتوا معايا. كل كيس كاستر بياخد كل كوبايه الا ربع ميه مغليه، وكوبايه الا ربع ميه بارده، ومعلقتين سكر حطيتهم، والسكر ده حسب الرغبه. هندنا نقلب فيه كده بقى عشان ندوب السكر كده، وعشان ايه الكاستر ما يجمدش مننا. وبعدين نفرغه على الكاستر. ده الكاستر اهو. الكاستر ده كيلو لبن وعليه معلقتين كاستر، معلقتين ونص كده، ومعلقتين سكر عشان احنا منحبش الحاجه مسكره قوي. ده الجيلي هو بيرد بقى اهو. هننزل كده بيه حبه حبه كده. طبعا انا بعد الكاستر ما برد وحطيته في التلاجة وغطيته بستريتش، هنحط عليه الجيلي بقى كده. وبعد الجيلي ما يكون برد برضو، عشان ما نحطش ده سخن وده سخن. الكاستر برد وغطيته بستريتش وحطيته في التلاجة، والجيلي عملته برد وبفرغه عليه اهو.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر كله طيب. جعلها سنة سعيدة على أمة محمد يا رب.